من حوالي اسبوعين ظهر فيديو للشخص ده في الحرم المكي، ولما تبص للصورة تحس ان الشخص ده جاي من زمن تاني وجاي يطمن على امة سيدنا محمد وان احنا لسه على العهد والاسلام. والفيديو ده انتشر في كل مكان وخاصة على منصة التواصل الاجتماعي. تفتح اليوتيوب تلاقي الفيديو في وش، تفتح الفيسبوك هتلاقيه برضه في وش، والفيديو انتشر بطريقة رهيبة. وبعض المجانين قالوا ممكن يكون ده سيدنا ابو بكر الصديق او ممكن يكون من اولياء الله الصالحين، بس الحقيقة كانت مختلفة نهائي. ولان الشيخ ده واللي اسمه سراج خالد باكستاني الجنسية واللي عمره 129 سنة، الراجل ده زار الحرم قبل كده من 50 سنة، ولما رجع تاني اتفاجئ بتغيرات وتطورات في الحرم. المهم لما رجع بلاده العالم كله عرفه بسبب الفيديو، والجهلة بيروحوا له علشان ياخدوا البركة منه، وشوية شوية ممكن يعبدوه. امال لو شفنا سيدنا محمد هنعمل ايه؟ بعد ما وصلت لأكتر من 15 مليون متابع ماتت بمرض غريب جدا. طفلة أمريكية واسمها أداليا روز اتصابت بمرض خطير جدا، والمرض ده سبب لأداليا مشاكل في النمو والشكل، وبقت بتنمو بشكل سريع جدا. أداليا فكرت تعمل قناة على اليوتيوب، وأول ما بدأت بقى عندها جمهور كبير جدا، والناس حبتها جدا ودخلت قلبهم، واتشهرت بسرعة كبيرة جدا لدرجة إن هي بقى عندها أكتر من 15 مليون متابع على السوشيال ميديا. لكن للأسف يا صديقي يوم 12 يناير سنة 2022 أداليا توفت بسبب المرض اللي عندها، وماتت وهي عندها 15 سنة بس. الله يرحمها.